وأنا أيضا دا أتصرف بحدود الحرية اللي أبويا منطيني إياها، ومو من وقت عملي. بعدين أبو نجم، أنت مو وصي علي، ولا من ائتمانك أبويا تصير سجان أو معقد تتبع كل حركاتي وين ما أروح. نداوي، هذا من حرصي. بصراحة هذا مو حرص، أنت تغار. أغار؟ أغار عليش؟ ما أعرف، اسأل نفسك. يعني لو ترحين البيت مالك لو ما أحكي؟ هذا الشيء يخصني. سمعة الشركة نداوي؟ سمعتي أعلى وأسمى مليون مرة من سمعة شركتك. ويكفي عاد، يكفي عاد مخلي كلب صيد يلهث ورايا وين ما أروح. أنت لا أخويا ولا أبويا ولا ولي أمري. بعدين أنا حرة أسوي اللي يعجبني، وإذا ما يعجبك فأني من هالساعة أنسحب. نداوي، أنت زعلتي نداوي؟ بعدين ترى هذا من حرصي. بعدين لازم أنا أدير بالي عليك. ثم دير بالك ترى هذا مالك فد واحد محتال. مالك مو هو المحتال. لو نسيت هالعفاف نسيت شلون ردت تلبسها براس مالك. عفاف أنا مو مشكلتها. عفاف هي جت لهنا وهي مكسورة الجناح، جت لهنا وهي غرقانة لهنا، بس أنا دللتها وداريتها ورعيتها، بس هي كانت تطمع. قالت هذا فد رجال كبير خلي استفاد من عنده. حاولت تغريني وما أضم عليك، أغرتني بالفعل. حاولت تغريني وفتت بالموجة، بس فتت وما كنت أعرف. نعم فتت بالموجة، بس بنفس الوقت كنت أعرف شلون كانت عفاف تنسق للخيانة. بعدين طردتها وأنا على وشك أنا أتزوجها وأستر عليها، بس ما كنت أعرف. شمدريني كانت تتنسق من ورا ظهري ويا مالك. شمدريني كان دا يتآمرون علي حتى يتقاسمون ثروتي. شمدريني كانت تستغل اسم الدعاية تطرد الكلام عنها. ندى روح عليها اسأليها حقق وياها، مو أنا سبب كسرتها، لا بالعكس أنا الضحية إلها. والأنيسة هذا اللي هسه دا يجرها رجلك ويلعب عليك، وانت كل صلافة وغباء ترحيل لبيته. أنا رح أقبل إهانتك هذه لأنه ما تعرف الحقيقة. أنا كنت عند أمه وأختها نظيمة، وإذا تحب أن تتأكد فبإمكانك أن تخابرهم. ندى أنا أحبك، أنت حبيبة وزوجة، وأنا رايد أدفع عنك مشاكل العالم، مشاكل العالم اللي صار هالأيام غابة. وأبوك كبير وتعبان ومريض، منو إلك بهاي الدنيا؟ فهميني، إلمن تلتفتين؟ كبرياك هذا ما راح يقاوم مغريات الحاجة والضعف والوحدانية اللي أنت بيها بهذا العالم. الداوي أنا تعبان، فأرجوك تساعديني، افهميني الداوي، افهميني ولو مرة واحدة. هاي شنو؟ هاي مقابل معونتك. لا أفندي لا، احنا ما ناخذ على معونتنا أجر. بس أنا عطلتك عن شغلك وسألتك أسئلة هم هواية. صحيح، بس أنا ما سويت شيء، مجرد ساعدتك. ولا ضاع سبيل المعروف أفندي؟ ضاع سبيل المعروف شلون؟ أكيد. إيه يعني ما بقى خير بهالدنيا، روح التعاون بين الناس ضاعت. هسه اعتبرها هدية من أخ الأخو. أقول أنت عندك أسئلة أخرى تريد تسأل بيها، اسأل مولانا، بس رجع فلوسك بجيبك. بارك الله فيك. أنا أريد أسأل عن أقدم واحد ساكن بهاي المحلة. إيه، أقدم ساكن هاي المحلة محيى أبو شوارب، يسوي جوزانات عزم فوق. فوق وين؟ شايف هذا الشارع؟ تمشي بيه قبل تلاقي يقدربون على ايدك اليمنى بيها بيوت قديمة، تسأل من الناس يدلوك وتلقاه مبسط. واللي تعرف أحد من معارف النامق سعيد مالكة؟ اللي تريده تلقاه عند محيى أبو شوارب، هذا كبير البلد.
وحي ابو شوارب وين؟ واحد من ذلك محمد شوارب؟ لا اشكرك. وحي ابو شوارب وين؟ اشكرك. السلام عليكم. بسطة محي، الله يقويك. شو تريد؟ انا الجماعة دزوني عليك. احنا شغلتنا بس. اي بس الجماعة هم دزوني عليك. هاي رجلي من ورا القشاغ. اي بس انا ما جاي من ذاك الطرف. ايش عندك لعاد؟ عندي كم سؤال. احنا ما متعودين نجاوب على الاسئله. يعني ما تساعدون الشخص المستنجد بيكم؟ يا معود يا معود تحل علينا الصدقه، شوف غيرنا غاتي. شيل فلوسك. انت منو؟ شايل. انا دلال عقارات لا تخاف، وهاي هويتي. شيل فلوسك يابا، شيل فلوسك وتفضل تفضل، خلي نشوف شغلنا. انت على وش تسأل؟ انا دا اسال عن صديق قديم معرفه. أنا ما عندي أصدقاء. يعني نامق سعيد ماريكا يقولون كان ساكن هنا وصديقك. من زمان، من قبل 25 سنة مات. وعبد الرحمن منعم الشرخشي هذا هم من قبل 12 سنة مات وشبع موت. لازم تعرفه. أنت شو تصير منهم؟ انا كل شيء ما اصير منه، بس تعرف انا دلال عقارات وعندهم املاك دا تنباع ورادوا يستعلمون عنهم. الله يرحمهم. الله يرحمه. هم قرايبك؟ لا اعرفهم ولا يعرفوني. صرافة، أرباب ونسة وطرب وكيف، تشرب الأكو والماكو. بعدين قعدوا على بساط. خب هذا ابن ماريكا تالي وقته انشل، ما عنده أحد، ذبه بدار العجزة. بالمناسبة ماريكا شنو؟ ولاية عشيرة؟ عشيرة؟ هذول كانت عشيرتهم تايجر سبالاس ولا الصفا مولانا؟ قل لي وتشرخشي يعني ابو عبد الرحمن منعم شنو كان؟
يقال والله أعلم كان حارس ليلي بزمان خليل باشا بالحرب العظمى. بعدين ترك الشغلة، اشتغل غير شغله وجت بيده. هو هم لعوب ولفليف وإيده طويلة. مرته بيها مس من الجنون، يعني كان عندها اخبال. منعم خلف ولد اثنين، جواد وعبد الرحمن. جواد خلف نبهان اللي اخذ منيره بنت عبد الرحمن، والنبهان مات من وقت قبل وقته مات. عبد الرحمن خلف 3 بنات. ونامق سعيد مالكه ايش خلف؟ خلف بنية واحدة وماتت بالتيفون. السلام عليكم. سلام، أهلا. انت؟ اهلا مكي. شرايد؟ جيت اشوفك واسلم عليك واتفقد احوالك وانقل لك تحيات رضاب، وعندنا حكايه بيناتنا اثنين. تفضلوا انتم، خذوا راحتكم. شكرا استاذ، شكرا جزيلا. اولا جيتك هاي ما لي شغله بيها، وما ارحب بشوفتك، وما اريدك تتفقد احوالي. رضاب ما تهمني، وبعدين ما يعجبني احكي وياك. لا بأس، تفضل استريح هسه. تفضل استريح، تفضل اقعد. أنا جبت لك شوية برتقال وجقاير. طبعا تدري يعني أصلا ما أدخن، لكن مصايب الوقت تضيف للإنسان مصايب جديدة. على العموم الجقارة يعني أقول لك، تدري أنا ليه هسه دا أضرب أبر على مود الألم اللي بضلوعي؟ يا أخي هسه غير تتأكدون أنه الفرات شكو ماكو بي قبل لا يشمروني. هسه أنت ايش رايد؟ رايد أحكي وياك بقضية تخصنا اثنيننا. أولاً أني وعمي ماهود ورضاب والأهل حزنانين جداً على وجودك هنا. بعدين أريدك تطلع اليوم قبل باكر بصراحة. وثانياً جاي أطلب منك أن أخطب رضاب. يخطب مني وانا لوش يابي؟ لحد لوش أطلقت عليها النار. تستحق. أنت ايش قد راح تطلق نار؟ اليوم وباكر وعقبه والورا، لما تعرف أنه خواتك ما يريدن أبناء عمومتهن، وبناتك ما يريدن قرايبهن، والقرايب ما يقبلون باللي تفرضوه أنتو. تلاحظني شلون؟ يحتاج لك رصاص كلش هواي حتى تفني العشيرة كلها، لو تفني عقلهم وتفكيرهم. والله ارجوك لا تتفلسف براسي. أخويا أنت عايش بأيام أبوك وجدك وأسلافكم من مئات السنين. يعني أنت ما تؤمن بشيء اسمه تعلم، تطور، اختيار حر، ووعي. أنت دا تلغي حقوق الآخرين واختياراتهم بحجة بإيدك يصدقها العقل، لا، وإنما حتى مجرد إثبات حضورك وتبرير فشلك بالحياة. قل لي انت جاي تتهيني؟ لا أنا دا أحكي وياك بصريح الكلام، لأن الناس تعبت شلون تتفاهم وياك. هم بإمكانهم يعوفون القضية للحق العام، وتروح لك سنة أو سنتين وحق رضاب بقدك 3 مرات 4، وبعدين شنو؟ ايش تربح؟ كل شيء ما تحصل. تاخذها؟ مستحيل. تطلع انت محطة، صفحتك سودة، الناس ما ادري شلون تباوع لك، لا تلقى قانون يسندك، لا تلقى مجتمع يقول لك عافية، لا تلقى اب يطبطب على كتفك، الكل تهجرك، الكل يهجروك ويبقوك مثل ما هسه انت مهجور وهنا قاعد بهالقمقم هذا. يهجروك لان ما مشت الامور مثل ما انت تريد، لا بالعكس تماما. وهسه انت ايش رايد؟ تقلب صفحة جديدة، تحترم إرادة بنت عمك اللي هي من دمك ولحمك، وأنت